مني تجي الخلافة الممكنة إن شاء الله، غادا توفر الوسائل من أجل مقاومة الأسلحة البيولوجية والأوبئة الفتاكة، وغادا تلزم المقاولين بالبناء وفق معايير مقاومة الزلازل، لأن الزلازل كتكثر في آخر الزمان، ودول صبحات بحوزتها أسلحة تكتونية وأسلحة التأثير على المناخ. إذا بغيتي السلم العادل خاصك تستعد للحرب الجائرة، والقانون السائد اليوم في الأرض هو القوي ياكل الضعيف، والبقاء للأقوياء اللي ينتزعوا السلطة والمال وفرضوا نفوسهم والخضوع لهم على الضعفاء. الإنسان العربي ما يمكنش يتفوق على الإنسان الأوروبي من خلال حب الوطن لأجل أمرين، على الأقل لأن أولا الأوروبي كيشعر بالانتماء للبلد الأم، وكيكن لبلادو نفس الشعور اللي كيكن الأم ديالو الحقيقية، بينما الإنسان العربي عدد منهم وخاصة الشباب كيشعر بالحقرة وأحيانا الحقد على بلادو اللي ما قدمت ليه حتى حاجة، لا عمل لا صحة لا تعليم لا أسرة لا عيش كريم. السبب الثاني هو أن البلدان العربية ضعيفة ومفرقة، وعمرها غادي توحد حيث فاقدة استقلالية القرار، ومصيرها دائما مرتبط بالخارج اللي ما باغيهاش تحد وما يمكنش يسمح لها تقوى أو تطور أو تقدم أو تستقل. هادشي علاش الأمل الوحيد للإنسان العربي أو المنتسب للإسلام باش تكون عنده دولة قوية ومستقلة هو الانخراط الحقيقي في مشروع الخلافة على منهج النبوة. وفي دولتنا المستقبلية إن شاء الله غادا تغير الأمور بشكل جذري، لأن دعوتنا مستقلة الإرادة وما كتقبلش التشريع من عند غير الله، وكتعتمد بشكل تام على التوفيق والحماية والنصر ديال الله، مع الأخذ بالأسباب ديال القوة في جميع الميادين: العلمي، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي، القضائي، الأمني والعسكري. وليكن في علمكم أن الدعوة قادرة باش توفر الموارد البشرية ذات كفاءة وخبرة، والموارد المالية والمادية اللازمة من أجل قيام الكيان الإسلامي اللي غادي يحمينا ويحمي ولادنا من الفتن والآفات الكثيرة اللي صبحنا كنشوفوها في العالم وكنتوقعوا أكثر منها، أو هذيك اللي ما كنتوقعوهاش وما كتخطرش لينا على البال. الشعب اللي غادي يبايعنا بلا شك غادي يكون عنده شرطة وجيش ومحاكم وإدارات اللي غادي يوضعها تحت تصرف سلطان الإسلام، في مقابل الجنة اللي وعدها الله العباد المتقين. بل إضافة للخير الآخرة، الإسلام غادي يجلب للشعوب اللي اعتنقاته حتى خير الدنيا والعزة والطمأنينة. ما غاديش يكون شرطي المرور كيحس بالضغط مني يوقف ولد الكولونيل أو برلماني وما يقدرش يطبق عليه القانون بحال جميع الناس. ما غاديش يبقاو حراس وموظفي السجون يشعروا بتأنيب الضمير لأنهم ماسكين واحد بريء. أما القاضي فغادي يحط راسو على الوسادة وبالو هاني، حيت ما جاه حتى شي اتصال هاتفي يلزم عليه يسجن واحد بريء أو يخرج آخر مدان بلا ما يشوف الملف أو يطلع على الأدلة. ما غاديش يكونوا بعض الوسطاء أو المحاميين اللي كيتاجروا بالعقوبات السجنية وحرية المتهمين مقابل المال. القادة والضباط العسكريين ما غاديش يسيئوا معاملة أفراد الجيش اللي تحت الإمرة ديالهم، بل غادي تربطهم الأخوة الدينية وحسن المعاملة والاحترام المتبادل. وما غاديش يسيروا المعارك عن بعد أو يوضعوا خطط بدون ما يكونوا على دراية بتفاصيل الأحداث، وإنما غادي يكونوا متواجدين في ساحة الحرب وقريب من خطوط التماس. غادي يكون عندنا صندوق ديال السيادة واحتياطي الذهب، وندرسوا جدوى العودة إلى استعمال العملات النقدية من الذهب والفضة إن شاء الله.
غادي نخليو الشيك والشباك الأوتوماتيكي والأداء بالوسائل الرقمية. ما غاديش تكون فواتير مجحفة، وغادي ندفعوا أجور الجنود والموظفين والمسؤولين في الدولة من بيت المال بطريقة شفافة قابلة للنقاش والمحاسبة. أجر الخليفة غادي يكون معروف للجميع، بحيث يمكنه من التفرغ للمسؤوليات الجسيمة الموضوعة على عاتقه هو والوزراء والعمال في الأقاليم والأمراء والقضاة والقضاة والآئمة والفقهاء وكل من لديه مسؤولية دينية أو سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو إعلامية في دولة المسلمين. ونقدروا نفكروا في تخصيص سيارة وسكن وظيفي للخليفة إذا كان محتاج، ونخصموهم ليه من الأجر السنوي إذا كان هذا الشيء فيه مصلحة وغادي يسهل عليه القيام بالمهام الموكولة ليه. والسلام عليكم.